هذه القصة من وحي الخيال، وأي تشابه بينها وبين الحقيقة لا يمت للحقيقة بصلة. أهلا بكم في بصمة المعرفة. في الغابة كانت هناك شجرة عظيمة تدعى شجرة السلطة، وهذه الشجرة كانت تحكم كل شيء في الغابة. الحيوانات التي كانت تعيش في الغابة لم تكن على علم بأن هناك تغييرا قادما، ولكن في يوم من الأيام اجتمعت مجموعة من الحيوانات الأقوى والأكثر نفوذا، وقررت أن تسيطر على شجرة السلطة. في غابة شاسعة كانت الحيوانات تحكمها هرمية سلمية، حيث كانت جميع المخلوقات الكبيرة والصغيرة تعيش في وئام. في يوم من الأيام ثارت مجموعة كبيرة من الحيوانات المفترسة القوية بقيادة الأسد محيب لتحدي النظام الطبيعي للغابة. سئمت الحيوانات من القيادة الضعيفة لملك النمر القديم، ودعمت محيب معتقدة أن التغيير سيجلب القوة. أعلن محيب الأسد المهيمن الآن حكما جديدا، وطالبا بعرش الغابة بمخلب من حديد. أجبرت الحيوانات على اتباع أوامره، وحكمت الغابة المتناغمة ذات يوم بالخوف والقوة. بدأت عائلة أسد محيب في احتكار موارد الغابة المزدهرة ذات يوم، مما جعل الحياة صعبة على الحيوانات الأخرى. بدأت المخلوقات الأصغر التي شعرت بالقمع في التشكيك في حكم الأسد، وبدأت همسات الثورة تنتشر. طار الببغاء وهو طائر صغير ولكنه ذكي من شجرة إلى شجرة، مشجعا الحيوانات على الاتحاد والإطاحة بمحب. صاح الببغاء قائلا: الغابة ملك لنا جميعا، وليس فقط الأقوياء، مما أشعل الأمل بين المضطهدين. في يوم بارد من شهر يناير تجمعت الحيوانات عند الشجرة العظيمة، حيث اجتمعت أقدم المخلوقات لمناقشة المستقبل. قادت تمرد الفهود السريعة والقرود الذكية التي حشدت قواتها بسرعة. بينما كانت الحيوانات تسير نحو عرين محب، قوبلت بمقاومة من الحيوانات المفترسة القوية التي كانت دائما إلى جانبه. قاتل جيش الأسد بشراسة، لكن وحدة الحيوانات الأصغر كانت قوية. لقد طردوا الحيوانات المفترسة من قلب الغابة. مع هزيمة محب وأتباعه أصبحت الغابة حرة مرة أخرى. احتفلت الحيوانات بفجر عصر جديد، ولكن ما إن بدأت الغابة تتعافى حتى بدأت قوة جديدة غير متوقعة في الظهور: التماسيح بقيادة السلطان. استولى السلطان البارد والمحسوب على الموارد في الغابة، واستخدمها للسيطرة على تدفق الموارد. بدأت الأسماك والضفادع والبرمائيات تعاني تحت حكم السلطان، حيث طالب بجزية ثقيلة للوصول إلى مجاري المياه. دعت الطيور وخاصة النسور مرة أخرى إلى الوحدة، ولكن هذه المرة قوبلت بعدم الثقة والانقسام. كانت الثورة ضد السلطان سريعة، والنضال لم يكن طويلا. قاتلت الحيوانات من أجل السيطرة على مصادر المياه في الغابة. أخيرا كسر تحالف من القرود والأفيال والحمير الوحشية قبضة السلطان على مجاري المياه في ثورة 2013 العظيمة. عادت الغابة حرة مرة أخرى، ولكن سرعان ما أدركت الحيوانات أنه على الرغم من إزاحتها للسلطان، فإن الفراغ في السلطة خلق حالة من الفوضى. تقاتلت فصائل متنافسة من الحيوانات المفترسة والحيوانات العاشبة على الأراضي، وغرقت الغابة في حالة من الفوضى. حاولت مجموعة من الحيوانات المنظمة جيدا بقيادة الزرافة النبيلة طارق استعادة النظام والدعوة إلى الديمقراطية وتقاسم السلطة، ولكن لم تكن كل الحيوانات لصالح هذا النظام الجديد. سعت الخنازير البرية بقيادة خنزير ماكر يدعى فارس إلى الاستيلاء على السلطة لأنفسهم. اشتد الصراع بين الفصائل، وامتلأت الغابة بأصوات الصراع. في أعقاب الصراع ظهر تحالف مفاجئ. انضمت فصيلة الأسود التي أطيح بها ذات يوم إلى قوى الأفيال لاستعادة السلام وخلع السلطان، لكن السلام كان هشا، وسرعان ما سقطت الغابة في حالة من الفوضى مرة أخرى، حيث برز زعيم جديد من الظل: النسر العظيم حكيم. كان صعود حكيم إلى السلطة سريعا. لقد سيطر على السماء، وسمحت له رؤيته الحادة بالهيمنة من الأعلى. بدأت الحيوانات تدرك أن غابتها المسالمة ذات يوم أصبحت ساحة معركة لصراعات القوة. دعمت النسور والصقور والنسور حكيم، وكانت سيطرته على الغابة بلا منازع من قبل أولئك الذين في الأسفل. ولكن في عام 2014 تماما كما بدا حكيم لا يمكن إيقافه، قررت المخلوقات الأصغر بقيادة الأرانب والبوم أنه حان الوقت لهجوم أخير. نظمت الحيوانات ثورة للإطاحة بحكيم باستخدام تكتيكات ذكية والتنسيق مع الحيوانات الأكبر حجما لإسقاطه. دخلت الغابة مرحلة جديدة من الارتباك وإعادة البناء.
لقد تعلمت الحيوانات أنه بدون الوحدة يكون السلام مستحيلا. في أعقاب ذلك لم يكن هناك حاكم واحد. بدلا من ذلك قررت الحيوانات أن الغابة يجب أن يحكمها مجلس من جميع الأنواع. ضم المجلس ممثلين من جميع أنحاء الغابة: الأسود والقرود والطيور والضفادع. عملت الحيوانات معا لاستعادة التوازن، لكن ذكريات الصراعات كانت جديدة، وكان من الصعب الحصول على الثقة. مع مرور الوقت بدأت الغابة تتعافى، تدفقت الأنهار بحرية، ووفرت الأشجار المأوى مرة أخرى، ووجدت الفرائس والحيوانات المفترسة توازنا جديدا. أدركت الحيوانات الآن أن القيادة لا تتطلب القوة فحسب، بل تتطلب الحكمة والرحمة والاستعداد للاستماع. لعبت الزرافات التي كانت ذات يوم رمزا للحياد دورا رئيسيا في الحفاظ على السلام بين الفصائل، باستخدام طولها لرؤية ما وراء النزاعات أدناه. كلفت الفهود السريعة والفعالة بمراقبة حدود الغابة والتأكد من عدم وجود قوى خارجية قد تزعج السلام. الطيور التي كانت تحلق ذات يوم فوق الاضطرابات تعمل الآن كرسل ودبلوماسيين، تطير بين أجزاء مختلفة من الغابة لتسوية النزاعات. على الرغم من التقدم، لا تزال الخصومات القديمة تغلي تحت السطح، وكانت تندلع اشتباكات عرضية. ومع ذلك تعلمت الحيوانات درسا حاسما واحدا: أن الوحدة على الرغم من هشاشتها كانت أعظم قوتها. بدأت الغابة تزدهر ببطء مرة أخرى، حيث عملت الحيوانات معا لإعادة بناء ما دمرته سنوات من النضال. قدمت السلاحف الحكيمة العجوز التي عاشت كل هذا المشورة، وذكرت الحيوانات بالماضي، لكنها كانت تنظر دائما إلى المستقبل. أصبحت الغابة مكانا حيث كان احترام جميع المخلوقات الكبيرة والصغيرة أمرا بالغ الأهمية. لقد انتهت طرق الهيمنة القديمة. فخر الأسود الذي أذلته سنوات الصراع يعمل الآن جنبا إلى جنب مع الأفيال للحفاظ على السلام والمساواة. لم تكن الغابة مثالية، لكنها كانت قوية. لقد تعلمت الحيوانات أن ثمن السلام هو اليقظة والتعاون المستمرين. وهكذا دخلت الغابة عصرا جديدا.